حبايب ام حذيفه اللي وحشتوني تعالوا معايا اقول لكم على حاجه. هنا لسه ما اديناش لون، اما هنا ادينا لون. هنا عشان كنا بننقل وكنا مستعجلين فكانت المحاره لسه ما نشفتش، فالمهم ادينا هنا اللون بقت حلوه وتمام ومشيت. هنا بقى بصوا هنا، بصوا مبقعه ازاي، فما كملناش حتى هنا ما كملناش خالص. وحطينا بقى وفرشنا الحاجه كلها. فانا طبعا لميت الحاجه اللي لميت كان هنا سيرته لميت عشان ابتدي انا هنا. كل ما بقول لاحمد بقى ان هو يعني جوز ان هو يدينا اللون يقول ماشي اما نفتح شباك، عايزين نفتح شباك هنا. فانا قلت لا انا مش هستنى الشباك بقى، انا كل ما بقول له اعمل لنا ما ايه الشباك. فانا مش هستنى تاني وانا اللي هعملها. بص انا ركبت الدنيا مش عارفه اصلا هعمل ولا لا. اول حاجه حصلت معايا تعالى اوريها لكم. المفروض ده جردل كان فيه اللون اللي هو البينك دوت، فانا قعدت بقى ايه اجود من عندي في الالوان لحد ما طلع اللون دوت. بصوا اللي هو بنفسجي كده، هما اصلا كانوا عايزين بنفسجي والالوان اللي هنا كانت جايه على اساس اللي هو اللون البينك اللي هو البامبا اللي هناك دوت اللي على الحيطه. فطبعا احنا اللحمه ما كانش فيه كتير، فانا قلت ازود شويه علشان ايه، علشان مش جاي. المهم ادانا اللون دوت هما كانوا عايزينه اصلا. فاللون الاحمر بقى ايه كنت هزود يعني واخليه بينك زي ما هما، فاللون الاحمر ما سدش. طبعا زودت اسود وبنفسجي فلقيته غماء ادانا لون مش عارفه ايه. قلت لا احنا هنقلبه بنفسجي بقى زي ما انتم شايفين كده. بس اللون طلع حلو يعني، وهو جايب البركه كده يا جماعه، مفيش احسن من البركه. احط اللون بقى واعمل على الحيطه واوريكم شكله ايه بعمل ازاي. يلا بقى شوفوا اللون، هو لسه ما نشفش يا جماعه. عملت الحته كلها اهي بس لسه ما نشفش بنفسجي اهوت. ايه رايكم؟ الحته اما تنشف هتبقى باللون ده بيهدى شويه. بصوا هي مش مبقعه، هي حته بتنشف على الحته، فانا عدت عليها مرتين. هي تهدى بقى واوريكم اللون اللي هيطلع. انا كنت عايزاه اللون ده بس هي لما بتهدى بتدي لون تاني خالص. المهم الحمد لله ان انا خلصت الجنب ده كله، فاضل الجنب اللي هناك ده، الجنب ده وكمان الجنب ده. بس ده هخليه بامبا يعني، ده هنعمل له لون بامبا زي ما هو كده، واخلي نصها كده ونصها كده، يبقى ده وده بامبا وده واللي هناك ده بنفسجي. واستنوني ويلا اللي عايزه تعمل حاجه تقوم تعملها، ما تستنوش حد يعمل لكم حاجه بجد يعني. خلص نفسك بنفسك. يلا باي. ودي يا جماعه النتيجه الاخيره. اللون مش واضح هنا كويس، دي لسه ما نشفتش بس اللون اهو جميل. انا مش عارفه استنى كده هبقى لكم شويه ممكن يبان اللون اهو تحفه. هو اغمق من كده درجتين تمام بس تمام، واللون بقى حلو جدا جدا فيها. وده كان دهاني انا ومبسوطه جدا بشكلها، يعني شكلها احلى من الكاميرا كده بكتير. فمبسوطه صراحه ان هو طلع بالشكل ده. يعني انا كنت مقلقه من اللون صراحه بس طلع حلو قوي، بنفسجي كده غامق شويه عن اللي في الكاميرا. ومية مية تسلم ايديا والنبي. يلا استنوا الفيديو الجاي بالحاجه الجديده باذن الله. يلا متنسوناش بلايك واشتراك في القناه. باي. بقى ام حذيفه وده شكل الاوضه النهائي. ايه رايكم بقى؟ بص حاجه تحفه يعني. بصوا بقى هنا فرشت دي ماشيه مع اللون جدا، وكمان فرشت الطقم الملايات دوت الملايات الطقم بتاعها طقم كده على بعض هنا وهنا. لا بقى قولوا لي ايه رايكم بجد. تحفه ماشيه مع اللون بينك البنفسجي مع السراير مية مية. هنا بس الحته الحمراء دي كنت عايزه احط بتاعت الاطفال بس لسه ما نشفتش، غسلاها ولسه ما نشفتش ففرشت دي. رصت لهم شويه اللعب دول هنا كده، وحطوا هشوف حاجات هنا. ولسه الباقيين بقى هما دول كده اتحطوا. معلش التليفون كان بيرن فصل. الباقيين بقى اغسلهم واكمل رص واعلق لهم حاجات هنا كده، واجيب صور وحاجات كده ايه اطفال احطها هنا. لا بس قولوا ايه رايكم بجد، اداها شكل تاني. يلا باي، متنسوناش بلايك جميل زيكم. يلا باي.